يا مساء العسل ومساء السكر عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. عشاق الاكل بتاع التيكاواي والاكل الشارع وعربيات الكبده يجمعوا حالا. هعلمكم النهارده طريقه جامده جدا للكبده، هتطلع يعني دايبه واحلى بكتير من الاكل بتاع بره. انا عارفه ان يعني احلى حاجه في اكل الشارع او اكل الكبده من على العربيه الكبده ان هي اوحش. يعني كل ما كانت الكبده وحشه ورخيصه ومتلمع عليها الدبان، كل ما طعمها كان احلى. صح؟ انا عندي قوي المعلومه دي. تعالوا اعلمكم ازاي بقى تعملوها نفس الطعم بتاع الشارع بره، بس انضف ومن غير كل الحاجات الوحشه اللي بنشوفها. انا عندي كبده مجمداها، هي معموله شرايح. انا بحب اقطعها في البيت، ما بشتريهاش عصافير خالص. انا اللي بقطعها بنفسي. تمام كده. لو حتى جايباها لسه ماسكه نفسها، سوري سايبه، انا بدخلها التلاجة او الفريزر يعني علشان تمسك نفسها. بقطعها بالشرايح بالعرض، هي محطوطه كده بعملها عكسي علشان تبقى زي ايه، تقطيعه الشاورما، او تكون شرايح رفيعه خالص كده بسيطه، علشان ما تاخدش وقت في السوا خالص، لان الكبده ما بتبقاش محتاجه اي سوا خالص، يا دوبك بتشم النار وتكون مستويه. قطعت كل الكميه اللي عندي، والكميه اللي عندي كانت نص كيلو بالطريقه اللي انتوا شايفينها، والرفع دوت بتبقى جميله جدا. كميه فلفل زي ما انت ما عايزه، كل ما زودتي كل ما قربتي جدا من الطعم بتاع الشارع. ليه؟ لان هما بيبقوا حاطين كبده قد كده وبحر من الفلفل. تمام كده. فزودي زي ما انت ما عايزه. طبعا عايزه تعملي نص حامي ونص بارد زي ما انت محبه. عايزه كلهم يبقوا حامي، إيه يعني استعوضي ربنا في نفسك بقى واتكلي على الله، وانا ماليش دعوه، انا ما قلتش حاجه. انا يا دوبك بس حطيت مثلا قصاد النص كيلو الكبده، حطيت نص كيلو فلفل رومي، وحطيت قرنين الفلفل الصغننين دول اللي انتوا شايفينهم على جنب، الفلفل الحامي. حابه تحطي هريسه شطه مفيش مشكله، حابه تحطي فلفل احمر مفيش مشكله، زي ما تقدري تاكلي وزي ما تحبي المذاق. حطي زي ما انت ما عايزه، الفلفل ده اختيارك انت، وانت صاحبه التصرف في نفسك بقى، انا ماليش دعوه. تمام. انا حطيت نص كيلو قدام نص كيلو، حابه تحطي زياده حطي زياده، مفيش مشكله خالص. وكل ما زودتي كل ما يعني الطعم قرب جدا من بتاع بره، لان هم معظم الكميه بتبقى فلفل، والكبده بتبقى حاجه بسيطه. المهم، انا بقطعها طويله كده زي نفس حجم الكبده تقريبا. كمان انا بحب لما احط الفلفل ما يكونش اتهرى خالص. يعني هما بره من كتر التقليب وكتر التسخين بتاع الكبده كل شويه، فما بتلاقيش شكل الكبده، بتبقى خلاص دبلان. شكل الفلفل بيبقى دبلان، والكبده بتاعت ناشفه جدا من كتر السوا. تمام. المهم التتبيلات بتاعتي او التوابل بتاعتي هتبقى ملح وكزبره كتير وكمون، وحبه فلفل اسود، وزودت شطه. اكتر حاجه في الكميه هتبقى الكزبره والكمون، الكبده يعني كزبره وكمون. تمام كده. ومعايا ليمونيه كمان. خلاص، هي دي التتبيله. اما الثوم ده فهي دي تقريبا ما يقرب عن نص راس ثوم، وضربتها او طحنتها او دقيتها بالهون يعني. في الكبه ماشي زي ما انت ما عايزه، مش حاطه غير ملح بس لان حاطه التوابل بره. تمام. حطيت الثوم وحطيت كل التوابل اللي عندي، وهديها تقليبه مع الكبده، وده بيحصل قبليها بساعه او بساعتين. مش هتنزل اي دم فيها. عايزه اقول لكم بص لون الكبده ازاي جميل، مش غامقه. لونها محمر فاتح وردي كده اهو زي ما انتم ما شايفين، مش بني. وده اللي يدللك ان الكبده دي حلوه، ومش مش يعني مش وحشه، وبتجيبيها من عند حد انت واثقه فيه وجربتي كتير. حطيت عليها الثوم والتوابل بتاعتي وعصره الليمونه، وقلبتها وسكنتها على الجنب. مش حطيتها في التلاجة، هي ما نزلتش خلاص الدم بتاعها، يا طامة اتحط عليها التوابل. في طاسة، في حلة، في اي ووك عندك هتحطي بقى حبة ليا. وده الفرق ما بيننا وما بين بره، احنا بنختلف عن الاخرون، كل حاجة لازم نديها حقها تلات ومتلت. وطيت النار شوية لغاية لما ابتدت تنزل كل السوائل اللي فيها، مش السوائل، الدسامة اللي فيها، وابتدت تحمر كده معايا. نزلت عليها بنص الفص، نص راس التوم التانية. تمام كده. كمية توم كتيرة، كتيرة، هو الطعم جاي من هنا. تمام. هديها تقليبه. وبرده الثوم ما فيهوش غير حبه ملح بس علشان ينفع يدقق او ينعم يعني. وبعد ما الطاسه يعني سخنه قوي، بص اخدت التحميره بتاعت اللية، نزلت كل الدسامه اللي فيها ونزلت الثوم اديتها تشويحه، والطاسه سخنه، هنزل بكميه الكبده واوزعها على الطاسه او الحله او الصينيه اللي عندي، علشان بس تتشمع بسرعه بسرعه وما تنزلش اي ميه. بص لون الكبده عامل ازاي. لو اللون غير كده يبقى اعتبري الكبده بتاعتك مش حلوه ومش موثوق فيها وممكن تكون فاسده. لما لونها بقى يبتدي يتغير،
هبتدي اقلبها الناحيه التانية مش قبل كده، علشان ما تنزلش اي سوائل. انا عايزاها تحتفظ بالسوائل اللي جواها علشان تفضل طريه وتفضل جوسي وناعمه. تقليبه اللون يتغير، خلاص الكبده استوت. هنزل عليها بالفلفل، برضو عايزه اطفي النار والفلفل لسه زي ما هو كده مخضر ولونه حلو. عايزه تزودي كميه الفلفل، اديكي شايفه النص نص اعمل قد ايه، يعني الشكل عامل ازاي. عايزه تزودي فلفل يكون كويس ويكون احسن. تمام. هنزل بقى بالثوم تاني، يعني كده عندنا 3 مرات ثوم. الثوم اللي احنا تبلناه بالكبده في الاول، وبعد كده معلقه الثوم اللي نزلنا بيها بعد الليه. وبعد كده خلاص لما استويت وهاجي اطفي هحط حبه ثوم او معلقه ثوم تكون نيه، يعني مش هتكون اخدت سوا، هيبقى طعمها لسه باين ان هو ني. الاولاني خلاص اتشوح مع الليه واللي احنا نزلنا فيها بالكبده عقبال ما استوت طبعا كمان اتشوح معاها، بس الحبه الاخرانيين دول خلاص اللي انا حاطه قبليها مفيش ثواني. ونزلت بمعلقتين او 3 كبار خل، ويا دوبك هبتدي بس تشكشك كده مع بعضها وهبتدي اطفي. ما اخدتش على النار 10 دقايق، شقلب الكبده ما بتاخدش سوا، ولو خدت سوا بتعض وبتبقى ناشفه. عندي طحينه وعاملاها تقيله شويه علشان السندوتشات، عشان ما تنزلش من السندوتشات وتبهدل الدنيا. وعندي حبه بقدونس. انا التركيبه دي بعشقها، الكبده مع البقدونس والطحينه طعمها رايح في حته تانية خالص. كبده النهارده مش كبده اسكندراني عاديه، لا ده كبده بالليه، طعمها خرافه، رايحه كده في حته يعني في اللذاذه منه يعني. تمام كده. يعني هامله بقى سندوتشاتي واتوصم، مش حابه صغيرين واقول لا علشان السندوتش مش عارفه بكام. لا انا هامله واكل واشبع واشبع الولاد، ويبقى طعمها ايه جميل. وده اكتر وقت انا بحبه زي ما انتوا عارفين، خلق ليفترس، لازم ادوق. عملت سندوتش وعملت 2، ومش هنسى مش هنسى قرنين الفلفل الحامين، علشان طبعا انا ما توصيتش بالفلفل الحامي جوه الكبده علشان الناس اللي معانا اللي بتاكل، الاطفال الصغار، يبقى انا اكلتهم كده اكل من الشارع. لا انا اكلت طعم الشارع جوه البيت وبالنظافه. يبقى انا ست شطوره، اكلتهم الكبده اللي يا ماما عايزين نشتري كبده من عربيه، احلى من عربيه، من اجمدها عربيه كبده وسجق. يعني التكات بتاعتي تحدي، جربيها بالطريقه دي عمرك ما هتاكليها غير كده. تمام كده. اعملي سندوتشاتك الجميله. يا حبذا بقى لو انت عايزه تعملي بقى حبه رز وتحطي كبده على الرز او على المكرونه، مفيش مشكله، بس هي ما بتتاكلش غير كده، هي دي اكل الشارع. ندوق بقى ونقول ايه الكلام. واو، انا ريقي جري. وما ننساش قطمه الفلفل الحار جميله. لو وصلتي لهنا ما تنسيش تحطي اللايك وتعملي اشتراك للقناه، ولو بتشوفيني مش من الفيسبوك يبقى انزلي روحي اشتركي بسرعه في الصفحه وسيبي لي كومنت مشجع منك، يلا علشان انزل لكم كده فيديوهات عشوائيه تاني كلها اكل من الشوارع بس بطريقه حلوه وبنظافه. اشوفك في فيديو جديد. باي باي.